واحد بنتفاوض معاه حتى في نادي الزمالك، ولازم نتعلم من اخطائنا يا جماعه. بندفع دلوقتي ثمن ان احنا تعاقدنا مع بعض اللاعبين الذين لا يصلحوا او لا يليق ان هم يلعبوا في نادي الزمالك، فلازم نتعلم من اخطائنا. مش اي لعيب بيجيب في فرقه ثانيه يصلح لعيب نادي الزمالك يلعب في نادي الزمالك. لعيب نادي الزمالك ده ليه ستاندرد، ليه شكل معين احنا عارفينه، مش هنتعاقد مع اي لعيب. كل الكلام اللي بتشوفوه في الجرايد ده مش موجود. في 3 أو 4 لاعبين احنا طرحنا اسمائهم، اللعيبه دي هي اللي احنا بنبحث عن التعاقد معاهم. ما فيش اي لعيب ثاني من اللعيبه غير ال3 4 لعيبه دول اللي هنتعاقد معاهم. طب استنى، انت حضرتك كنت طلبت بتحديد الاسم عوده ابراهيم صلاح دي بتاع تصنيع. انا خايف يتكرر اللي حصل معايا السنه اللي فاتت، يفضلوا يفوضوني وانا في الاخر اضطر امضي النادي تاني. دي شغل ده مع مجلس الاداره، انا ماليش اي علاقه بالتفاوض مع ابراهيم صلاح. انا بطلب اللعيب والتفاوض مع ابراهيم صلاح او التفاوض مع اي لاعب ده شغل كابتن احمد سليمان، ده مش شغل. خلاص يعني جونا ابراهيم صلاح من اللعيبه اللي انت طالبهم تحديدا يا كابتن، الكلام ده 12 على الموقع امبارح بس. وصلاح الاسيوطي لازم تفهموا، صلاح الدين اتعرض علينا، جون انطوي اتعرض علينا. اللعيبه دي ما ينفعش يلعبوا معانا بطوله افريقيا لان هم شاركوا في بطوله الكونفدراليه. في 3 4 لعيبه اتعرض علينا ما ينفعش يلعبوا معانا بطوله افريقيا، وانا مش هتعاقد مع اي لاعب اجنبي ما ينفعش يلعب معانا بطوله افريقيا. صلاح الدين احنا كنا قريبين جدا من التعاقد معاه، لكن لما تاكدنا ان هو ما يصلحش يلعب معانا في بطوله افريقيا رفضت فكره التعاقد معاه. هل في اتصالات مع شيكابالا فعلا انه يرجع كابتن؟ ما كلمناش الكلام ده كابتن اخيرا سبب معانا بدون مغامره صح. عطار السيد حضر ولا لا؟ لا ما حدش حضر خالص. المدير الفني وحتى ما ينفعش يحضر المدير الفني. عندنا تعليمات من رئيس النادي ان في حاله وجود قناه CBC بعدم حضور المؤتمر. يعني كده ممكن النادي رئيس النادي قال ان النادي هيدفع. طب ما عندنا كده كابتن من غياب ولا مع القناه الصحفيه اللي جايه لان هم عاملين كل المؤتمرات. دي تعليمات رئيس النادي. ماتش سهل زي ده وياخد 4 انذارات لعيب الزمالك. كويس ان احنا كسبنا واحنا بنأدي اداء سيء. انا في رايي اداء سيء، انا في رايي ان 45 دقيقه الاولى اسوء 45 دقيقه من توليت المسؤوليه. لازم نصلح اخطائنا، وهو شيء ايجابي ان انت تكسب وانت سيء، وده دي احدى سمات فريق البطوله. لكن لازم نتفادى الاخطاء اللي عندنا، لازم يبقى في تركيز بشكل اكبر خاصه مع المباريات الصعبه القادمه. طب الغيابات هل حاسس انها ممكن تكون اثرت؟ في غيابات احنا عندنا يعني بدائل وبنلعب بيها. فاكر مثلا بياسر ابراهيم النهارده كان موجود، عمل عمليه ما بقاش موجود. طبعا الغيابات بتاثر على الفرقه، لكن احنا بنبقى عندنا البدائل الجديده اللي احنا مجهزينها من خلال المباراه الاخيره. المنيا سهل عليك المباراه، بيلعب بشكل مفتوح. بالعكس هو صعب علينا المباراه، بالعكس وده الكلام اللي انا قلته قبل كده يا جماعه. اي فرقه بتهاجم الاهلي والزمالك بتصعب عليه المباراه. وده النهارده كان واضح ان فرقه المنيا بتدينا الهجمات وبتلعب، وكان ممكن تحرز هدف في اي وقت، وكان ممكن تخطف الثلاث نقاط. احسن طريقه تلعب بيها الاهلي والزمالك ان انت تهاجمهم، وانا لسه مقتنع بالكلام ده. طب حضرتك شايف سبب سوء الاداء في الشوط الاول هل هو تراخي من اللعيبه او اطمئنان للنتيجه؟ كان في بعض تراخي للاسف، كان في بعض تراخي بعد الفوز في مباراتين صعبين. وده انت ممكن تدفع ثمنه ان انت تتعطل. لازم نبقى حذرين بشكل اكبر، لازم ندي كل الفرق احترام، على ان اي فرقه ما بتحترمهاش بشكل جيد ممكن ان هي تسبب لك مشكله. هتعالج الموضوع ده ازاي يا كابتن؟ يعني بالكلام مع اللعيبه، خلي بالك انت بتحاول تزرع ثقافه المكسب عند اللعيبه. ثقافه المكسب مش معنى ثقافه المكسب في مباراه، ثقافه المكسب ببطوله، ان انت وانت كسبان ان انت تستغل الانتصار ده ان هو تقدر تبني عليه المباراه اللي جايه وتاخد البطوله مباراه. طب التمركز برضه يا كابتن في الناحيه الدفاعيه كان اقل من المباراه اللي فاتت، يعني النهارده شفنا ده سبب عدم التركيز زي ما قلت لك. عدم التركيز في التعليمات اللي احنا بنعملها. المنيا رغم امكانيات بتاعتها حجمت نادي الزمالك واعتقدت في الشوط الاول ده شيء جيد، ولو عندها هداف قناص كان يقدر يحط هدف يكون في الزمالك. شايف الموضوع ده لو فرقه تقيله انت عندك بطل الماتش الجاي تنافس على القمه، هنلعب بشكل مختلف. كل فريق بنلعب بشكل مختلف. طيب رياض فتح الله كده في قرارات الوزاره. والنهارده كان عندك غياب احمد توفيق برضه ليه كفاره. انت كمدير فني بتعالج الامور دي ازاي؟ بعالجها من خلال ايجاد بدائل للحلول اللي معانا، وهي دي احنا دلوقتي فايده طريقه التدوير اللي احنا كنا بنشتغلها وما اشتغلنا ان احنا عندنا اكتر من عنصر جاهز في مراكز مختلفه. انت دي بتعتمد اكتر واكتر يا كابتن على الشباب. دي نفس الفلسفه، دي نفس الفلسفه برضه هيبقى نفس النظام طبعا، نفس طريقه هستمر في نفس سياسه الدفع من اهل الشباب. هل خروج عبد الله النهارده عبد الرحمن خوف من الانذار الثاني؟
خوف تعليمي من الانسان الثاني. لان هو ناشئ فممكن ممكن مع قله الخبره، لكن عبد الرحمن قد 45 دقيقه جيده ومحتاج يتعلم حاجات كثيره هنشتغل معاه الفتره اللي جايه باذن الله. عمر جابر برضه انت النهارده كابتن يعني لعبته يعتبر نص ملعب ارتكاز، هل هو ما ظهرش بالشكل يعني هو مش افضل مركز ليه، لكن هو كان الحل الوحيد اللي كان عندي دي مع الغيابات، لان ما كانش ينفع العب عمر ناحيه الشمال ولاعب مؤمن في القلب، فعشان كده هو ده كان الحل الوحيد اللي عندي. كابتن